السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنعرفكم على أخطر وأشهر زعيم المافيا في العالم، سيمون يودوغوفيتش موغوليفيتش. ولد في 30 يونيو 1946. هو زعيم جريمة منظمة روسي أوكراني المنشأ، ينظر إليه من قبل أجهزة تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أنه زعيم الزعماء معظم عصابات المافيا الروسية في العالم. يعتقد أن موغوليفيتش يدير إمبراطورية إجرامية واسعة، ويصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أخطر رجل عصابات في العالم. اتهمه مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمتاجرة بالأسلحة وجرائم القتل المتعمد والابتزاز والمتاجرة بالمخدرات والدعارة على النطاق الدولي. ومن ألقاب موغوليفيتش دون سيميون ودون الذكي بسبب فطنته المعروفة في العمل. وفقا للبرقيات الدبلوماسية الأمريكية، يقال أن موغوليفيتش يسيطر على روسر أوكرانيرغو، وهي شركة تشارك بنشاط في نزاعات الغاز بين روسيا وأوكرانيا. وإنه شريك في باركي رايفايرزن، يعيش الآن بحرية في موسكو، ولديه 3 أطفال. يربط بشكل وثيق بمجموعة سولونسوفسكايا برافتا الإجرامية. لدى موغوليفيتش تحالفات وثيقة مع شخصيات سياسية، من بينها يوري لوزوكوف العمدة السابق لموسكو، وديميترو فيراتاش، وليونيد ديريكاش الرئيس السابق لجهاز أمن أوكرانيا. كان ألكسندر تورونتشينوف الذي عين رئيسا مؤقتا لأوكرانيا في فبراير 2014 استدعي إلى المحكمة في عام 2010 بتهمة تدمير ملفات متعلقة بموغوليفيتش. ادعى ألكسندر ليتفينينكو المنشق الروسي عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قبل وقت قصير من اغتياله أنه كان لموغوليفيتش علاقة جيدة مع فلاديمير بوتين منذ تسعينيات القرن العشرين.